السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله هنشوفوا الزغاليل احنا وصلنا لفين معاهم. عشان طلع على السلم وبنهج وكده. هنشوف الزغاليل وصلنا معاهم فين، تمام؟ وهنفتح الحمام الكبير شوية برضه. طبعا هنشوف الزغاليل برضه هنشوفهم دلوقتي. في فرد منهم بدأ يتنطط، تمام؟ والتاني انا طلعت مرة فوق على السطح، لقيته مرمي على السطح اللي جنبنا، تمام؟ جبته يعني حاولت يعني ابين له الحمام الكبير وكده، لقيته جه. خلصت الرجاله. طبعا الهوا جامد، مش عارف بقى باين معاكم ولا لا. فيلا عشان ما نتكلمش ياما ونخش في الموضوع على طول. ويلا جانا ده ميعاد اكلهم. طبعا غيرت ميعادهم دلوقتي الساعة كام؟ بتاع داخل على 5 كده، أو كده 5:30 مثلا أو 5:15. فميعاد اكلهم. طبعا انتوا شايفينهم واقفين ازاي عايزين ياكلوا كده. هنفتح الزغاليل دلوقتي. طبعا الزغاليل ولا في مية ولا أكل. هنفتح عليهم نشوف السوي هوهم شوية، وبعدين نفتح الحمام الكبير يكون هم هوا عشان ما يرزوش عليهم. وتعالى طبعا نقعد انا على الكرسي بتاعنا. انا معايا كرسي كبير بس مكسر اطلعه فوق بصراحة، تمام؟ انا اقدر نستنوه بقى اول ما يطلعوا، فهنقفل او خلينا واقفين اهو هيطلعوا لوحدهم اهو. طلعوا بصوا اهو. ده بقى اللي كان وقع على السطح التاني، الفرد ده. والفرد ده الفرد ده اللي هو الاسود ده قام امبارح، قام لوحده كده، قام لقيته كسر دورة وجه. بص طبعا الهوا جامد برضه، حتة ايه ومستفزة شوية. بصوا هو يحفظ الباب، يخش يطلع ويطلع، يخش ويطلع. طبعا هوريكم دلوقتي ايه لما اجي احبس عليهم واحبسهم ازاي. طبعا مش هشيخ لهم من الكلفة يخش. فدي الحاجة الميزة اللي هي لما تعمل لهم معاد يعني. هوريكم دلوقتي لما اعمل لهم الكلفة. بس سيبهم دلوقتي شوية ايه 5 كده. بصوا الفرد عايز يقوم اهو وقع رجع تاني. بصوا طبعا الحمد لله يعني. بصوا انا ما بجيش جنبه، اهم حاجة ما يكونش انت اللي ايه، لو قومته انت وحظك بقى، رجع ما رجعش يبقى انت ايه السبب. بص يخش ويطلع فرد. بص فرد عايز يقوم وده بيقلده. بص طبعا ده ايه، فممكن لو قام يرجع تاني. اما دول لا، عشان في واحد كنت سايب مفتوح عليهم وكده، مبيت عليهم من تاني ليلة، لقيته واقع هناك. وده كان هما اتنين كانوا واقعين، واحد وقع على العمارة اللي جنبنا وواحد نفس العمارة بس من تحت. طبعا كل ما تبقى في مكان اعلى كل ما الحمام بيحفظ اسرع يعني، فاهمين؟ انا بس من تحت في البلكونه، فرد لسه هيحفظ البلكونه، تمام؟ بس فرد انا مروح. بصوا اهو قلت لكم امبارح. بصوا قام روح. تعالى كده نركزوا هيروح فين. هو الفرد اهو فوق مننا اهو. بص بقى شوف هو هيحطط ازاي ولا هيحفظ ازاي. بس مش عايزينه يركب. بصوا خلينا معاه كده واحد واحد. طبعا الحمام اللي اهو. هنكملوا الموضوع بتاع البلكونه دلوقتي، بس نشوف الفرد هيعمل ايه دلوقتي. طبعا هو امبارح قام كسر نص دوره هنا كده، يلا دوره وراح نازل. استنى الفرد اختفى اهو. بص الرجاله حطه، اهم حاجه مكنش انا اللي منزلهم عليه. طبعا هما بصوا تحت هو ده بيحاول يتنطط. ده بقى ايه الفرد ده، عشان الحمام اللي هما السرح الطويل شويه بيبقى تقيل، فاهمين؟ تقيل في طلوعه، بس لما بيعلى بيبقى ايه، بيبقى بسم الله ما شاء الله. طبعا انا اول مره اطير يا رجاله، اسمه ايه ده، هطير رحاينة يعني، تمام؟ لسه معرفش ايه نظامهم، معرفش دماغهم ايه، بس مش عارف، غالبا حاسسهم هيطلعوا يا دكرين يا نتايتين، بس غالبا نتايتين، مش عارف احساسي بيقول كده. انا لسه ما فرقتهمش، معرفش. خلاص طبعا بنقروا بقى تحت الميه ايه اللي هو اكل، هما جعانين ف بعد اكلهم مثلا. تعال كده نجيبوا ايه، تعال نجيبوا الاكل كده ونشوفوا هيعملوا ايه. اكل بس انا بحط الاكل ناحيه الباب جوه، عشان ساعات لما كانت الدنيا بتشتي كده على غفله فبلاقي الاكل كله بقى. بص انا ما شخشخ. بص هيعملوا ايه. بص طلع يجري على عيني ازاي. بص دخل عليا هيخش. بص دخل. عارفين الاكل بتاعهم ايه،
في الليميتد، بس انا مش هاكلهم برضه دلوقتي ايه. وحاولت اوريكم يعني لما واحد بيخش التاني بيخش والتالت بيخش ورا بعض يعني. شوف بص هنا في ناس هنا مربيه حمام برضه. حمام الواقع هو عنده تقريبا كل حلبيات وعبسيات. احنا هنسيبهم برضه الحمام اللي في المناير وكده عايز ايه ياكل. طبعا احنا كده طلعنا الفرادة اللي فيهم. تعال نفتح الحمام الكبير. طبعا الحمام الكبير مخلوش ليه اختلاط مع الحمام الصغير. بس امه يعني بس شوفني قرب من المنير اطلع يجري عليها عايز ياكل. مفيش اكل يخش ولا شكلي طالع تاني. بص تعال نفتح الحمام الكبير. شيله بس ده كده يخليك تتحكم في الزغلول. طبعا بصوا بتاع اتكسر مني امبارح. طبعا الفيديوهات دي انا عاملها من بدري الرجاله يعني. الفيديو ده ده كده اليوم اللي بعد العيد، اخر يوم العيد تمام. انا افتح من تاني انا نسيت. تعالوا زور يلا عشان مش عايز الظروف على الزغاليل. نسيت الفرد ده. يلا يلا على طول يلا. فاكرين الزغلول ده اوام. طبعا طيرانهم غير متناسق عشان هما طبعا ايه حمام كبير على حمام صغير يعني مش نش يعني ما بنشيهمش فمش معودهم على بعض حتى. وبعدين بصوا الهوا عامل ازاي. تاخدوا بالكم الحمام بيرمي نفسه على هناك. الهوا جاي عليا يعني جاي ناحيتي وانا بصور. دي طيرة دي الطيرة السودا دي تمام. طبعا ده بس لسه فاتح اهو. تعالى اوريكم بس شوف بسم الله ما شاء الله عليه يعني بصراحة لما بلاقيه فاتح عليه. الحمام ده يعني بصراحة بينجم. بس في فرد عنده بيسحب بس بره هناك. الفرد ده بيشخور. بص شخور بص بيعمل ايه. يجي رايح تاني. ده بيعمل حاجة غلط في الحمام. ممكن بيخلوا يعني فاهم يفرقوا الحمام يعني. فالحمام بيخش بدراع واحد ويطلع واحد. ده ممكن يفرقه. ممكن يكون الفرد ده مش بتاعه كمان بس غالبا لا الفرد ده بتاعه. اللي عمال يسقف في الجو ده مش عارف باين معاكم ولا لا بس اللي بيسقف ده لوحده. اللي عمال يسقف لوحده. انا بشوفه مش عارف هو تقريبا بيفتحوا شويه فاهمين اللي هو ايه. بيسيبهم على العرق شويه يطلعوا يعني يطيروا شويه بعدين ينزلوا يريحوا شويه بعدين بيقومهم تاني. تقريبا ده نظامه يعني. انا بطلع يعني ما بشوفوش من اول ما بيفتح بس طالما الحمام بينزل كده يبقى هو فاتح اليوم من بدري تمام. طبعا كده بقى هتاخد التكر فين دلوقتي. هتنزلوها تحت على البيت القديم المكان القديم. ليه بقى بتيجي في الوقت ده لما بص الزغلول يبقى عامل زي ما شاء الله. بص الزغلول يبقى خلاص كده اكتمل فاضل له ايه شويه يعني ويعتمد على نفسه كده خلاص. يعني المفروض بقى تخنن بقى عشان تعمل ايه عيش تاني. تيجي واخدها على تحت تنزل الفرد تاني كده. بص الزولة دي مش موجودة ولا فوق ولا تحت. راح نزل تحت يعني بصوا لما نزلوا لا حد تلاقيهم طايرين تاني. نزلوا تحت. تعال نكملوا نظام البلكونة. بصوا ننشف البلكونة بقى يا رجالة يعني. مثلا كل ما بتبقى أعلى كل ما الحمام بيحفظ أسرع. لما مثلا ببقى في البلكونة الفرد بيحفظ البلكونة يطلع فوق على يعني يبدأ يتنطط على مثلا الدور اللي فوقيه الدور اللي جنبيه يبدأ يعلم ايه البلكونة بحاجة. عشان كده مثلا عندك مثلا ايه فين عندك مثلا البلكونة دي كلها شبه بعض تمام. فلازم هو الفرد ايه يعلمها. تعالوا تاني الفرد يعلمها يبدأ يعلم البلكونة. بعد ما يعلم البلكونة يعلم المنطقة اللي حواليها تمام. ولما يبدأ بقى خلاص ياخد خطوته ويكسر دورة ودورتين وكده اللي هو يلف يعني حوالين كده لازم يعلم العمارة. فبيبقى الموضوع صعب يعني فاهمين. لو تفتكروا كان الموضوع بياخد مني وقت ياما اوي عقبال ما بقى طيب. بص امبارح برضه رمى نفسه فوق هنا وراح واقع على العمارة التانية وكان في وقت. بصوا طبعا اهم حاجه مش عايز اخلي حمام كبير شيخ ورا يعني فاهمين. حاول برضه لما بنام
الفرد الكبير بينزل وقع هنا اهو. لما الفرد الكبير بينزل يشخور بحاول اطيره او ابعده عنه. طبعا دي طيرة وده لسه كاتم اصلا، فعشان كده ايه ما ده البارد بس اللي بيخور عنه، حتى الزول ما بيشخورش همه طيرته. طبعا بعيد عنه همه النتاية دي وده. لحد دلوقتي ده معرفش دخل ولا نتاية، بس في الغالب دخل، بس هو همه النتاية بتاع الزور وده والنتاية دي. الله دخل ده. انا حاولت جبت لهم صفيحة، قلت مثلا لعل وعسى يعملوا فيها، ما فيش فايدة، بس الفرد ده كان هيحط راح ايام تاني. تعالوا بقى ناكلهم. تعال بس احنا كده لو اكلناهم هنحبس، عشان لو اكلتهم وفتحت عليهم يبقى كده انا بكسر فاهمين ليه القاعدة بتاعتهم، هسيبهم مفتوحين. وبعد كده بقى هفتح الرزول اخليه على بيات، يعني على ايه بيات؟ لا مثلا انا الدنيا ضلمت افتح الباب عليه عبال ما هما بيصحوا كده يكونوا اصلا يعني نايمين، هما يصحوا بقى ايه يبدأ هو الحمام. يعني في ميزة كده اللي هو ايه، لما عايز مثلا هو دلوقتي ايه مش عايزين يخشوا العين ليه؟ اولا مفيش اكل، ثانيا المفروض بيدوروا دلوقتي على مكان يخننوا فيه عشان يعملوا ايه، يحضروا العش التاني يعني. فهي دلوقتي عمالة تدور فاهمين. بصوا هي عارفة العين دي بتاعتها، في نفس الوقت مش عايزة تخشها، عايزة تغير، في نفس الوقت انا عايزة تخش ايه. استنى كده عند الصفيحة دي، انا حاولت ادخلها مرة بس ما اقتنعتش. هو زودت يقنعها نحط الازازة دي عشان ما اخوفهمش، نحطها ورا بتاع دي. هي قامت بص هي بتوديه بتقول له ايه ينزل تاني. هي تقريبا مرضوش ينزلوا من تحت عشان في حد في البلكونه، انا ما اتذكر كان اخويا يعني. طبعا الفرد ده مش عايز اقومه برضه فاهمين، مش عايز اقومه معاه، هو لما بيلاقي نفسه وحيد ممكن يقوم. تعال بقى ناكلهم، ندخل الزغاليل دلوقتي. تعال انا بس نوريهم الاكل ايه. دخلوا ازاي؟ شوف حاطين كده انا ما بعرفش اصور وانا باكل طبعا بحاول املى لهم البتاعه دي على اخرها. انا عندي كل فرد ليه معلقه بس يعني تكفي. طبعا الكبار ده مش هاكلهم دلوقتي، طبعا انا هاكل بس المحبوسين دلوقتي بس كده. طبعا بقى دول ما باكلهم، بحاول ايه المعلقه بتبقى قليله معاهم شويه، اصل دول يعني ما بيلاقوا الاكل يعني برد، ودول كذلك. طبعا الحمام ما عندوش عيال اللي مش هيزود اكل، انا بحاول المعلقه تبقى خفيفه اصلا، ما حدش يقول لي بيأثر. يعني بص ده الفرد ده اللي هو الدخر اللي هو الازرق قطيفه ده معلقه واحده، معلقته كده بص برضه بتعمل معاه قد ايه، بيتبقى منها يعني، انا قصدي على كده تمام. لما يبقى عنده زغاليل لا انا بحاول ايه بزود على قد ما اقدر. طبعا ده حصه تاني ما شاء الله. كانوا عندنا زغلول دي بقى ايه هنزود له عشان هما لما بينحكشوا ما ايه او مش الاكل بقى غالي يا رجاله. تعال ممكن نحط الزغلول بص عشان الزغلول دول صعبان على خد يا عم. هاي انتوا برده برضه لا عندكم انا مش لاقيله صرف ولا لاقيله نهاية ولا عارف ابيعه. هو حلو كويس مفيهوش حاجة، بس انا لسه معرضتوش للبيع يعني، مش قصدي اللي انا مش عارف ابيعه على القناة، انا قصدي هنا بص البورة ده لما يصدق انا غلطان والله. لو احط حبة قد كده اهو
هتاكلهم غصب عنك عشان مفيش الا هم. هياكلهم زي الكلب، لما يلاقوا الاكل ياما بيقعدوا يشحطروا، وبعدين انا بحط له تاني بقى. وانتوا كذلك هحط لكم حبة صغيرين. مين تاني فاضي؟ انت. طب انت بتاع كسر تعالى جنبي. استنى بقى اهي اتكسرت. هحاول اتصرف لك في اي حاجة دلوقتي. ادي ركب ده. طبعا بقى هيحاولوا هما يلقطوا في الحاجة اللي واقعة. طب بص احنا هنقفل معاكم عقبال ما ايه نظبط الدنيا. احنا كده ايه حاولنا نأكلها على قد ما نقدر، لسه ما شربناهمش ميه يعني، لسه هنشربهم. لو كده نحبسهم بالمرة دلوقتي. تمام. المشكلة بقى هما لقطوا الأكل اللي بيقع دلوقتي، فاهمين اللي هو هيتلككوا قبل ما يخش. خش يلا. تعال نحاول نحبسهم وبعدين ايه افتح فيديو تاني. حبسنا كله اهو، فاضل بس المعلم البارد ده. بصوا بقى عشان هو لاقي الاكل في الارض فايه بيتلكك، فاهمين. بصوا احنا هنحط شويه الاكل ده جوه كده يا شماعي. انا كده لسه بنضف، انا والله كل يوم بنضف، بس هم البتاع ده اللي بينزلوا الزبل ياما اوي. تمام. هو مش هيلاقي حد غيره وهيجي داخل. يلا بس يلا بس. هو بص العين بتاعته يجي داخل اهو. بس استنى بس عشان هو ايه بارد. ايوه بس كل مرة على كده، كل مرة هو ملقاش الاكل. استنى بقى، تمام احنا هنغلي شوية اكل. تمام. بس هو قال الاكل ده هيقع، بس ماشي عشان نوريه بس الاكل. هو بيخش يلاقي اكل يقع، ملقاش اكل كده. تمام. بص انا بس ما شاء الله الزغاليل اهو. الناس الاصل دول لازم يصغرون من النوم يموت يعني. هما طلعوا الاتنين وكده وقعد يومهم، قعد يوم واتلبن عادي، وتاني يوم لقيته ميت عشان كان في واحد اكبر من التاني. تمام. لقيته راميينه بره كده بره الطبق، هو تلج وراح مات. بس كده يا جماعه، متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.